السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم على الاكسس كنترول اركتكتشر. تمام، في شوية مودلز هنتكلم عليها زي الداك والارباك والايباك. الداك اللي هي discretionary access control والرول بيزد access control والاتريبيوت بيزد access control، وهنعرف شوية مصطلحات زي الاوبجكت ليفل authorization والبوليسي بيزد authorization. object level authorization والبوليسي بيزد authorization. حلو. والثغرات بتاعة الاي دور والبولا. اول حاجة الديسكريشنري اكسس كنترول دي، ان انا دلوقتي كل مثال او كل موديل في كود قصاد كل موديل، بحيث ان احنا نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. تمام، انا شايف ان دي طريقه كويسه قوي في الفهم يعني. فهنا احنا عندنا ميثود، الميثود دي اسمها شير. الميثود بتاكد اول حاجه ان انت الاونر الخاص بالدوكيومنت دي، يعني هي بياخد منك اليوزر اي دي وبياخد منك ايه الدوكيومنت. الدوكيومنت انت عايز تعمل لها شير. حلو. فبيتاكد اول حاجه ان انت الاونر الخاص بالدوكيومنت دي. لو انت الاونر الخاص بالدوكيومنت دي، يبقى ليك الحق ان انت ايه، تشير الدوكيومنت دي مع يوزر اي دي تاني او مع يوزر تاني. فدي احنا كده عملنا ايه؟ عملنا داك. حلو. discretionary access control، في ان انت الاونر الخاص بدوكيومنت معينه يقدر ان هو يشير الدوكيومنت دي مع يوزرز تانيين. حلو. الار باك هي الرول بيزد اكسس كنترول، ان انت تعتمد على الرولز بس في في الاكسس كنترول، ان انت تعتمد على الرولز. يعني مثلا الرول بتاع الادمن، او رول مثلا بتاعت الاديتور. الرول بتاعت الاديتور هو الوحيد اللي يقدر يبعت بوست ميثود على الاند بوينت بتاعت الارتكلز. احنا قدامنا الكود اهو، هنا راوت في جروب بتاع جروب راوتس كده. الجروب راوتس دي خاصه بالميدل وير اللي هو الرول بتاعه اديتور. تمام. جوه الجروب دي في اند بوينت اسمها ارتكلز، خصوصا الميثود بتاعت بوست اللي هو بيشغل ايه الكنترول بتاعت الارتكل كنترولر. يعني علشان تبعت، عشان تشغل الارتكل كنترولر دي وتبعت بوست ميثود او تكريت مثلا ارتكلز جديده، محتاج ان انت الرول بتاعتك تبقى اديتور. ساعات كده احنا مثلا بنهانت او بنشتغل او بنعمل اي حاجه، بنفتح مثلا صفحه الادمن، فنلاقي صفحه الادمن بيظهر على طول اكسس دينايد. ليه؟ لان الميدل وير او الرول الميدل وير مثلا خاصه بالرولز بتقول ان انت لازم تبقى ادمن عشان تقدر تشوف الاند بوينت بتاعت الارتكلز دي او تشوف الاند بوينت بتاعت الادمن دي. حلو. فده كود بيطبق فيها الارباك. يعني بيتاكد الاول ان الرولز بتاعتك هي اللي بتحدد الاكسس، اذا كان ليك اكسس ولا لا على الاند بوينت دي او على الاكشن ده. حلو. لو انت مش ادمن او لو انت مش اديتور، مش هتقدر تشوف الاند بوينت بتاعت الارتكلز. حلو. الايباك الاتريبيوت بيزد اكسس كنترول. الاتريبيوت بيزد اكسس كنترول ملهاش علاقه بالرولز بس. تمام. انت ممكن عامه تعمل حاجه يبقى فيها ارباك وايباك مع بعض. لو انت عندك نظام رول، مثلا نظام رولز في الويب سايت بتاعك، فممكن ان انت تعمل حاجه ارباك وايباك مع بعض. لكن الايباك تحديدا ان الاكسس، ان انت يحدد الاوثرايزيشن بتاعك مش على اساس الرول بس، لا، على اساس حاجات تانية. زي ايه؟ مثلا انا دلوقتي الرول بتاعتي ادمن. تمام. فانا المفروض مثلا ان انا اشوف كل اليوزرز، ان انا اشوف كل اليوزرز الموجودين على الويب سايت ده المفروض. لكن لو انا دلوقتي مثلا في كذا نوع ادمن، يعني في مثلا ادمن في الديبارتمنت بتاعت، دلوقتي احنا مثلا عندنا موقع شوبينج، موقع اي كوميرس. حلو. احنا عندنا مثلا منتجات كتير، منتجات مثلا زي الكوره، منتجات شنط، منتجات لابات، منتجات موبايلات، ايا كان عندنا منتجات كتير. حلو. فهل انا هتاكد من الرول بس، اتاكد ان انا ادمن بس؟ ما انا ممكن ابقى ادمن وبحاول اشوف اليوزرز او بحاول اشوف العملاء الخاص بايه، بالديبارتمنت بتاعت الموبايلات، وانا اصلا خاص بالشنط، انا اصلا مانجر او ادمن في الديبارتمنت بتاعت الشنط، وبحاول اشوف الكلاينتس بتوع الديبارتمنت بتوع ايه، بتوع مثلا الموبايلات. فده انا عايز اعمل رولز خاصه بالجزئيه دي، ان انا اتاكد اول من الديبارتمنت. يعني اتاكد اول حاجه من الرول ان انا ادمن، بعدها اتاكد من الديبارتمنت. ماشي. وممكن اتاكد كمان هل انا بحاول اوصل لليوزر ده في مواعيد بره مواعيد العمل. يعني انت دلوقتي مش شغال، انت دلوقتي بره مواعيد العمل. تمام. ليه محتاج ان انت تشوف في الكلاينتس؟ لا، الاكشن ده محتاج ان انت تبقى في مواعيد العمل، اللي انت دلوقتي شغال في مواعيد العمل. تمام. وممكن كمان تتاكد من الريكوست اي بي، تتاكد من ان مثلا الريكوست ده تم
في الاي بي الخاص بالشركه او الاجهزه بتاعت الشركه او الشبكه بتاعت الشركه. تمام. فده الرول ده الاتريبيوت بيزد اكسس كنترول، ان انت بتتحكم في الاكسس او في الاوثرايزيشن عن طريق اتريبيوتس كتير، مش بس الرول. حلو. ممكن يبقى في ار باك واي باك مع بعض، يعني الاي باك ممكن يبقى جواه ار باك ان هو بيتاكد من الرولز الاول لو انت عندك نظام رولز، ومعاها بيضيف عليها اتريبيوتس جديده. هقول مثال كمان. دلوقتي مثلا هنفترض ان الادمن يقدر ان هو يشوف الريسورس بتاعت اكس كلها. تمام. بس انا عايز اعمل اي باك، عايز اعمل مثلا اي باك. الاي باك دي فيها حاجه كمان، ايه هي الاتريبيوت كمان؟ الاتريبيوت ده بيتاكد ان الاكس دي يعني ان اليوزر او الرول بتاع الادمن ما يقدرش ان هو يدخل على الاوبجكت رقم 5 مثلا في الاكس. فدي ايه باك زياده، ان احنا ضفنا اتريبيوت زياده علشان لو هو حاول يوصل للاي دي بتاع اكس مثلا، فهو كده ايه ممنوع يدخل على الاوبجكت دي مثلا. حلو. ايه هي الاوبجكت ليفل اوثرايزيشن؟ هي علشان تفيريفاي ان الاوثنتيكيتد يوزر او اليوزر ده عنده البرميشن ان هو ياكسس اوبجكت معين. يعني هل اليوزر ده يقدر ان هو يريد الانفويس اللي رقمها كذا. تمام. البوليسي بيزد البوليسي بيزد اوثرايزيشن هي طريقة تنظيم، طريقة ان انت تنظم فيها ال طريقة ان انت تنظم فيها الايه كل الرولز اللي عندك وكل المودلز او ايا كان يعني. يعني مثلا هعمل ايه حاجة اسمها انفويس بوليسي. بدل ما اكتب الاوبجكت ليفل اوثرايزيشن امبلمنتيشن ده، بدل ما اكتبه في الكنترولر، ممكن اعمل بوليسي خاصة باليوزرز فيها كل الرولز والحاجات اللي انا لازم اتحقق منها علشان اتحقق منها في الجزئيه بتاعت اليوزرز. او انفويس بوليسي، اعمل انفويس بوليسي يعني فيها كل البوليسيز وكل الحاجات اللي انا محتاج اتحقق منها علشان اتعامل مع الانفويسز. على سبيل المثال انا ممكن اعمل في الانفويسز مثلا اول حاجه اعمل ارباك مثلا في الانفويسز، ان اول حاجه اللي يقدر يشوف الانفويسز دي لازم يكون ادمن. فدي نقطه. تاني حاجه لازم اتاكد ان هو نفس الديبارتمنت، لازم اتاكد مثلا ان هو في مواعيد العمل، لازم اتاكد من حاجات كتير. فهعمل بوليسي هعمل بوليسي خاصه بالانفويس بس في طريقه التعامل مع الانفويسز او طريقه الوصول الى الانفويسز. يبقى البوليسي دي خاصه بالانفويسز بس. تمام. ممكن يبقى في بوليسز كتير خاصه باليوزرز، خاصه بالبوستس. حتى وانت بتعمل كود ريفيو شوف البوليسز اللي موجوده في الابلكيشن، ومن البوليسز دي افضل اقراها، شوف لو في اي مشكله في البوليسز ممكن تؤدي الى ايه بروكن اكسس كنترول او او ايه او بولا فولنربيليتي. الاي دور هي انسكيور دايركت اوبجكت ريفرنس، يعني عن طريق اي دي. الاي دي ده اليوزر هو اللي بيتحكم فيه، يقدر ان هو يشوف ريسورس تانية او اوبجكت تانية. تمام. عن طريق اي دي. يعني مثلا احنا هنا في فانكشن اسمها شو، بتكتب اي دي فهو بيجيب لك هنا البروفايل اي دي حتى لو انت مش الاونر بتاع البروفايل ده. فدي اي دور. البولا هي مش شرط تكون، يعني المثال مثلا موجود عندنا ده، هنا الاي دي اليوزر هو اللي بيتحكم فيه، فده يعتبر برضه اي دور. لكن في البولا مش شرط تكون اي دور. ممكن مثلا اديكم مثال دلوقتي ان يبقى في اند بوينت اسمها، احنا موقع مثلا سوشيال ميديا، وانا في الطبيعي في الويب سايت انا مش مسموح لي ان انا اشوف الاولد فريندز. يعني عندي اصدقاء قدامى، عندي اصدقاء قدامى مش مسموح لي ان انا اشوف الاصدقاء دول طالما انا مسحتهم من عندي. حلو. وفي اند بوينت قديمه في النظام القديم في الفيرجن القديم بتاع الابلكيشن ده اسمها جيت اولد فريندز. فانا عن طريق الاند بوينت دي دخلت على الاند بوينت دي دايركت، فعمل لي داونلود لفايل فيه كل الفريندز القدام. فدي اسمها ايه؟
broken object level authorization. حلو. مفيش اي دور هنا لان انا مفيش اي دي اتحكمت فيه، يعني مفيش اي دي معين. فالاي دور، اي اي دور هي ايه؟ هي broken object level authorization. حلو. فالمثال التاني ده انا قلته هو broken object level authorization. تمام. علشان البيست براكتسز، علشان اقدر احمي نفسي من الثغرات دي، يعني ديفنس ان ديفس، يعني ان انا استعمل مثلا ارباك واوبجكت ليفل بوليسز كويسه وغيره، وان انا استعمل يو اي ديز. يعني بدل ما استعمل اي دي ممكن استعمل يو اي دي، اللي هو رقم كبير صعب ان انت تعمل له انيميريشن، وان انت تستعمل اوتوميتد تيستنج علشان تبتدي تشتغل على تتست الاي دور وتست الاكسس كنترولز اللي عندك. ممكن تاخد كل الفايلز بتاعت البوليسز دي مثلا، ويبقى في ساست اي اي بيزد، تبتدي تضيف تبعت له الفايلز بتاعت تبعت له الفايلز بتاعت البوليسز دي، وهو يبتدي يسكانها يشوف هل في حاجة شكلها كده غريب، يعني ممكن تؤدي لثغرة ولا لا. كده خلصنا الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.